لو انت فاكره ان جوزك النرجسي فرض اسلوبه على حياتك وان ما بقاش في حل، تبقى انت غلطان. هاتي كوبايه الشاي بتاعتك واعملي لايك ومتابعه وكملي الفيديو للاخر، عشان هتلاقي كلام هيغير حياتك. لازم تحط حدود وما تخلوهوش يتعداها، زي انه يقل من قيمتك خاصه قدام الناس. يعني لو جيتي في نص المشكله وقلت له انا مش هكمل كلام الا لما تغير اسلوبك في حل مشاكلنا وسبتيه ومشيتي، يبقى انت ابتديتي تتعاملي معاه صح. وعايزك تحط في بالك انك بتتعاملي مع شخصيه بتتغذى على النكد والمشاكل. يعني لما تزعلي او تعيطي في اللحظه دي هو بيحس بالانتصار. انا عايزك بارده وممله وتردي على قد الكلمه ومن غير انفعال. فلما يلاقي ان استفزازه مش جايب نتيجه معاكي هيزهق، فهيغير طريقه كلامه. وبلاش تدخلي معاه في جدال خالص، لان النرجسي اسهل من انه يقلب الحقيقه مفيش. فيا ريت من اول المشكله بلاش تدخلي معاه في نقاش اساسا. وعايزك كمان تهتم بنفسك وبعلاقاتك مع اصحابك او اهلك، لانه هو بيبقى عنده غريزه انه يعزلك عن كل اللي حواليه. فبلاش تستسلمي. ولو فضلت مستنيه كلمه اعتذار او كلمه شكر او كلمه مدح من جوزك، يبقى هتتعبي قوي، لان النرجسي ده انسان ما بيحسش ابدا ان هو غلطان. خلاصه الموضوع، التعامل مع الشخص النرجسي عامل زي لعبه الشطرنج، محتاج هدوء ونفس طويل. وبعد كل ده لو لقيتي نفسك الحمل تقيل عليكي ومش عارفه تتعاملي مع جوزك، يا ريت تتواصلي مع اي حد متخصص في المشاكل الاسريه علشان يدلك على الطريق الصحيح. انا احمد ابو بكر، المأذون الشرعي، وده كل اللي اعرفه. السلام عليكم.